تسقسيك الأخت تقول لي نعم، رجلك يسبك قدام الدراري، يقول لك كذا وكذا وكذا، نعم، من هو السبب؟ ماشي تبعت وليدك روح شري لي الآن، ويروح يبعث ويشري له ويجي، ومن بعد يقول له هاك، ويقول له لا روح شري لي الشمه فلانيه، يقول له يعطيك تاع شكاره ماشي تاع الاخر، ويعطي له ويدخل ويخرج ويدير، وبعد نهار وليده يولي يدخن، ونهار يولي وليده يدير الاخر، يجي لك يقول لك يا استاذ لو ضربت الولد ومن بعد حاوزته من الدار، قلت له بالك انا من بعد نحكموا الولد نقول له علاش راك تكيف؟ حبيت نخرج لبابا، انا نحب بابا وكيشت بابا يدكي، حبيت ندير هذه الحاجه، وهلم جرى موضوع هذا طويل. علاش؟ ندخلوا للاسره. بعض الاحيان يجيك امهات الولد يبدا يقول لك ويتمرد عليا وراه يقول لي كلام ولا يدير، نقول لها تسقسيك الاخت تقول لي نعم، رجلك يسبك قدام الدراري، يقول لك كذا وكذا وكذا، نعم، من هو السبب؟ الاب. انت تسب وتقول كلام وتطيح القدر تاع الزوجه ديالك قدام ولادك، ومن بعد هذيك ولادك هذوك يكبروا راح يطيح القدر تاع يماهم ويولوا هما يسبوا يماهم، وبعد انت تقول لهم تبي يماك انت يا اللي علمتنا. علاش؟ لانك لم تدرك الحركات تاعك. يا كي يكونوا صغار ولادنا واش دير؟ كي تكون تصلي يجي يبدا يتعوج قدامك، هو علاش هو يتعوج قدامك؟ لماذا؟ على بالك هو يحب يلحق لك رساله يقول لك واش ندير انا ما على باليش انت واش راك دير، راك تعوجت وسجدت مانيش فاهم، انا ماشي سجود، انا اللي فاهم باللي انت راك دير كب عرايس، انا اللي ندير معك كب عرايس، صافي تنوض نتايا وتمشط وتدير، لما انت ما تكونش في مؤهله القدوه تبدا تطلع غير يخرجوا لي ينحيك ما عجبتنيش ويبدا يتحوس على اخرين.